مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سعيد بلقياكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذا أبرز عنوانها: قرار حكومي جديد سيطبق اليوم بالمغرب. قبل ما نبدأ في تفاصيل النشرة الإخبارية، ما تنسوش ديروا جيم للفيديو وتشاركوا في القناة باش توصلوا بكل جديد قناة أخبار المغرب اليوم. وإليكم التفاصيل. في آخر التطورات التي تعرفها أزمة اللحوم الحمراء بالمغرب، أبلغت الحكومة الجهات المستوردة العاملة في القطاع موافقتها على استيراد الأغنام القابلة للذبح، وذلك بناء على قرار وزاري مشترك من أجل ضمان الإمداد الطبيعي للسوق الوطنية من اللحوم الحمراء. وقالت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في إشعار الموافقة إنه في ظل الوضع الحالي الذي يتسم بالجفاف الشديد وما له من تأثير مباشر على القطيع الوطني، قرر المغرب المضي في استيراد الأغنام المعدة للذبح لضمان إمداد السوق الوطنية باللحوم. وقال يوسف لولجا نائب الكاتب العام لبائع اللحوم الحمراء بالتقسيط بجهة الدار البيضاء اسطات إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان الكريم. الولجا وفي تصريح صحفي أن تصل أسعار اللحوم الحمراء في رمضان إلى 120 درهما للكيلوغرام الواحد في حال استمر الحال على ما هو عليه. كان معكم مذيع قناة أخبار المغرب اليوم، دمتم في رعاية الله وحفظه.